السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. إذن يثمر وين الدرس ويس 4 من دروس مناسك الحج، شرح كتاب الحج لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. فلنلحق السعي بين الصفا والمروة. قال المؤلف: ثم يخرج مرة فقط الطواف أتفغط، ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخبو في بطن المسيل، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات، فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. مرة تفغوتي وكنا تسويت تخدمت الساعة بين الصفا والمروة. سلسلة يبدون الساعة بين الصفا والمروة يبدوك جبل الصفا، صراحة ميدان جبل الصفا. مرة تلحقت جبل الصفا شو ثبوت الحجة 8 ثبوت تبدأ بما بدأ الله به. أتقرأت الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن بعض السنين أبدأ بما بدأ الله به. ذي مرة لحقت جبل الصفا تستقبل القبلة، استقبلت القبلة وتصويت الذكرين 3 بردان. مرات استقبلت القبلة تصوت الذكرين 3 بردان، وهو: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. مرات تصوت الذكرين 3 بردان دينا تفضو تتصدي مريض إلى جبل المروة. ومع دينا ذا ندعو اذكر بالعالمين، قرأ القرآن إلى آخره. والسعي بين الصفا والمروة غيثما لا يشترط فيه الوضوء. الطواف يشترط فيه الوضوء، وإن راضي طوفون إلى قادر على وضوء، ما ينقضيك الوضوء تتفوض تعاود تتقلط. أما السعي بين الصفا والمروة غصوث لي ترى على وضوء عادي جدا. أتوضو تتلحقت تدي مريض باش تتلحقت إلى المروة كتلمست. قال المؤلف: ويخبو في بطن المسيل. شو معنى يخبو؟ يعني غادي يهز بطن المسيل ذي مكان ثورا يدخل من عالمين أخضرين. تصلت دينا بالنسبة غير جازل، أما بالنسبة غير الخلافة دونت كان عادي. تصلت ذي الجيري ليان شي تزليني غيلان ثقوى كان، وإنما تصلت عادي وبقدر المستطاع. وميل كذلك ثلاد الزحمة إذا غد يعذر لك يعني الجعز مرترا تصلت. مرة تصلت ميل غير دمشرة تصلت أتصويت الدعاء اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. ذي فك العالمين الأخضر أتحوصت وتكملت في الديثيش نورمال عادي، وتكملت الدعاء إنك الذكر إنك حشمت لحقت أميذين جبل المروة. مرة تلحقت من جبل المروة تسويت نفس الدعاء تسويت جبل الصفا، تسويت الدعاء 3 والذكر 3 وتستعد بين الأول والثاني وتعود تقبل مثلا جبل الصفا. يعني مرة تروح جبل الصفا أمير جبل المروة تروح 4 بردان. مرة تقلت جبل المروة أميدان جبل الصفا 3 بردان، لأنه 7 أشواط. ماشي غير كي يخدم يشري العباد أنه نوان إلى قاضي يروح جبل الصفا غاميدين ديال المروة قال المروة غاميدين ديال الصفا أتحسب ديونو بريد خاطي ويد الغلط أكني معناتها مع الدور 14 بردان. وإنما غمشي يتسوحسب مرة تروح جبل الصفا أميدين ديال المروة يونو بريد، قال المروة أميدين الصفا 6 بردان، قال الصفا أميد المروة 3 بردان، وهكذا. بمعنى مرة فعلت الحساب تروح جبل الصفا أميد المروة 4 بردان، مرة تقلت جبل المروة أميد الصفا قديش شحال 3 بردان. الوقفات أتصفت قيمة جبل الصفا 4 بردان، جبل المروة
4 بردان. ولهذا قال فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. سؤال يزمر أي واحد كان قصد يسقي الوقت النيم ما راه ذلك الطواف، خاصة ما راه ذلك الطواف لا حتى بين الساعة بين الصفا والمروة شق لك الطواف تفوت تحت تبغي لك حجر الأسود تلحق دا حجر الأسود يوث تبغي تحت تلحق من الحجر الأسود 2 3 4 ما عندكش ماشيك اسكون في دورة 6 بردان ناخذ دورة 7 بردان لأنه شحال يدي وين غتطوفوا شحال إلا 7 وما عندكش ماشيك اسكون ثيغ ذوي 6 ناخذ ذوي 7 امشي راه تعلط كل يوم تزمر راس الطرو امشي راه تعلط الحج دائما يثمى اتحسبت الأقل. أما عدد الركعات مرة تيري تزلط العشاء ناخذ تزلط الظهر ناخذ تزلط العصر تلحق تداوي 3 ناغوي 4 يكشميكشك ركعية ركعة ويس 3 ناخذ ركعة ويس 4 يكشميكشك دائما المبني أتبنوت على الأقل يكشميكشك ويس 6 ناخذ ويس 7 خميس مباشرة قريك ويس 6 أرند 7. مجرد فوق السعينش بين الصفا والمروة مازالك محرم لا تتحلل. وبالنسبة غيثما للحاج الذي حج حجة متمتعة دائما يثما قرغ دايثما وهي أمر مهم جدا. النسك أنواع النسك 3 إلا كانت تصمد تشوف 3 أيام شو النية غارات كشمت على حجينيش. بالنسبة للمعتمر ويغيبان وين راه يخمن العمرة ويسهل الإحرام طواف السعي بين الصفا والمروة يفوق هذيك الشعريس خلاص متحلل. بالنسبة للحج مختلف سعيد حج منفرد هذا عاود باش كتفهمها مليح تخدم النية تحتاج حجة حج انفراد. شو معنى حج الانفراد؟ كي غادي لبيك اللهم حجة النية وتروح غاد حجة ساغ النية يوث الحاجة كان أدخل غير الحج شاد واحد النية لبيك اللهم حجة بمعنى مرة تخدموا السعينش بين الصفا والمروة وتسطيل طرف تقيم تكل إلا أن درت تسطلط التحلل الأول أد نحقاغوس إن شاء الله بعد قليل. بالنسبة كذلك القارئ أديني لبيك اللهم عمرة وحجة دي خدم العمرة ما راه فك العمرة ينش ورد السطيلارة هذه قيمة كان محرم حاشا ما يلحق الوقت الحج. بالنسبة للمتمتع وهي غاديني لبيك اللهم عمرة دي خدم العمرة ينس ما راه فك العمرة ينس السعي بين الصفا والمروة غادي يسطل شعريس يتحلل. شو معناتها يتحلل؟ هذه ليس القشيس هذه عادي جدا تجوز عليه تسقط عليه محظورات الإحرام ما رد يلحق اليوم 8 من ذي الحجة وهو يوم التروية ذينا هذه عاود النية باش كذيكشم قال الحج دي غيثما. بالنسبة غادي نأدنف كالمثال بالنسبة للذي حج حجا متمتعا لبيك اللهم عمرة شو غادي يخدم؟ غادي يسطل غادي يروح غادي يسطل اسمر غادي يسطل شعريس هذيك لباس يسل الإحرام هذه يسل القشينس وهذه يخدم أموري لا غي خدمت عادية جدا. فإن رب العالمين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ثم نكشم على صفة الحج وهي أقلغ نفك المرحلة الأولى من مراحل الحج. أمي؟ شو خلصت؟ وين الهدي نكشم قال الحج تاد نحقا غورس وين اليوم العاشر يوم العمرة صادتنا في الحج اي وين الهدي يكشم الهدي يكشم قال الحج يكشم قال الحج وين نحقا غورس ثاني يوم العاشر
ترى تدغ صفة الحج ترى وإلى حد الآن أقلق المرحلة الأولى من مراحل الحج. المرحلة الأولى من مراحل الحج قرنص طواف القدوم، هي المرحلة الأولى طواف القدوم بالنسبة للمفرد وبالنسبة للمتمتع على الحمر. ترى غنكشم صفة الحج. الحج يثمى في حقيقة الأمر يثمى ماشي الحاجة اللي يقعر مرة، مجرد 6 أيام. الحج يثمى مرن سوالين البعثة تنين تروح ثورق ماي تنين تروح على فا قيمة 15 يوم قيمة 20 يوم قيمة 30 يوم. قيل أصلا يثمى الحج أيام معدودة رب العالمين. ذا شوت الأيام المعدودة هي يوم 8 من ذي الحجة 9 10 11 12 13 تيشير أيام الحج. ترى عند الحق بعد قليل إن شاء الله. قال المؤلف أسمار تفقط السعي بين الصفا والمروة ثم يلحق اليوم الثامن، ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي إلى عرفات. بالنسبة أيثما دائما يتم تفصيل غد بين وينك حج منفردا أو قارنا أو بين من حجة متمتعا. وينك حج منفردا أو قارنا نيين سنيثا مزوار داين تبذقين لأنه مريد استلار شعريس. أما وينك حج متمتعا يسطر شعريس يرسام القشيس خلاص. بس وين يحج منفردا أو قارنا هذه قيمس لباس الإحرام كان يثمى ذي قيمس لباس الإحرام. أما وين حج متمتعا غادي يكسل القشيس عادي. ما ردي الحق اليوم الثامن من ذي الحجة هذه لباس الإحرام هذه الدوش هذه يغتسل لباس الإحرام وذي عاود هذه يخدم النية لبيك اللهم حجة ودي فرق لوتالينس ويلبي وهذه بدون التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. هذا راضي يروح منى أول المشاعر. المبيت في منى غيثما باش كنعلم قال الأصل أنه الحج يبدو 5 أيام يبدو يوم التاسع لأنه غسن 8 من ذي الحجة يوم التروية قال الأصل ولا شو ماذا زحزيس يعني وست 8 نيم يزمر في سوبريميون لأنه ولاش زيس أعمال عبادة. وكثير من الوكالات يثمى كثير من الوكالات وتسفى انتلا وست 8 إيوا شو باش والسعايا ونرى الحجاج وست 8 يوم التروية ولا شو لا زحزيس شو مي قال لنا أتصفقت تلبي أتروح إلى منى. دا شوي لين قمينا يوم الثامن من يوم التروية أتقيمة تنصدينا. والمبيت في منى اليوم الثامن من ذي الحجة ليس واجبا مستحبا. شو معنى تما ليس واجبا؟ زمر غنكي غادي يقيم عقلو تاريني وتروح غير ويست 8 أتفغى مباشرة الصباح ويست 9 ضرحة مباشرة عرفة. ولكن ما إلا يروح يون ويست 8 اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام داش غادي يخدم بيوم التروية أتصنص دينا أتزلط الطهور ذا العصر ذا المغرب ذا العشاء ذا الصبح قصرا دون جمع. يعني ننزل الطهور سناث ونجمع يرى واحد العصر أنعس العصر ونزل سناث ونزل المغرب عادي ونزل العشاء سناث ونزل الصبح سناث. الصبح نينا سكويا ذا جرنيني اليوم التاسع وذي قيم الإنسان يلبي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. أسمى رضي الزال الصبح اليوم الثامن يوم التاسع من عرفة قال ثم يمضي إلى عرفة. الأذان إن شاء الله نكمل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد إذن لغدي يثمى والسن الحج يثمى ذو السن لن أيام معدودات وهي 6 أيام ويست 8 يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية يسقان يوم التروية. وش يسقان الحج يوم التروية؟ وش السمين ويست 8 يوم التروية؟ شي بارك ربي غش يعفو ربي
غرناس يوم التروية لأنه الحجاج مرد لحقن إلى منى ومع تسدون عرفات وبين منى ومزدلفة زيش ولا شمان ذاش راه خدمن هاد السنمان يرتوون من الري يرتوون هاد السنمان هاد الشرنمان وهاد عبينمان تهيين ديما نسن مرض لحقنا عرفة ولا شمان ولهذا يسمى بيوم التروية. ويس 8 ويس 9 هو يوم عرفة الوقوف في عرفة. ويس 10 هو يوم النحر ذاس العيد هو يوم العيد. ويس 11 هو يوم القر يوم المبيت في منى ويس 12 هو يوم النفير الأول عندنا دايرين رمي الجمرات. ويس 12 ويس 13 كذلك عندنا دايرين رمي الجمرات ويسمى بيوم النفير الثاني عندنا رب العالمين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن نياك ثم يخرج إلى التروية داش يوم الثامن الزلط طهور وحيد الإمام سنثر كاعث العصر وحيد الإمام سنثر كاعث زلط المغرب عادي 3 ركاعيث العشاء سنثر كاعث أسقيان الصبح الزلط أسقيان الصبح ذينا نغرف روحهم مع عرفة. ثم بعد ذلك قال ثم يمضي إلى عرفة ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. ملي غتقدر سي عدان متى تنقطع التلبية وقالت تحبس التلبية عند المالكية قالت تزول عند يعني تحبسط عند زوال الشمس. وانا هذا الانسان باش كيفرق الخلاف التلبية تحبس يوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى ذينا غادي يحبس التلبية غادي يقيم الانسان يلبي. يوم التاسع تزلط تصلت الخطبينش خطبة عرفة. ثم بعد ذلك تسد وقفة عرفة أضرحون إلى جبل عرفة والتي هي بعد الظهر أميذين غرب التيش. وقفة عرفة أو الوقوف بعرفة خلال العباد مرشينين وقفة عرفة أو الوقوف من العرفة أذنو أنه غادي يقيم جبل عرفة كان يبد كان يقيم شي صافي قيمه كي تورا يتجني غير حموني غيرني يطهور ميدان المغرب اكن بدو خاطئه. وانما تسمى بوقفه عرفه ليس من باب انه تقف اتقيم تتبدط لا وانما المقصود وقفه عرفه انه غير قد سيليت اوبليغاتوار الحج عرفه الركن من اركان الحج تسيليت عرفة ركن من أركان الحج أنه أوبليغاتوار تسيليت دين عرفة يطهر أميذان غرب التيش. وعرفة غيثمان 9 الحدود 9 لافتات صفراء كيني حدود عرفة طول ينس المساحة ينس 25 كيلو طول ينس 25 متر العرض ينس 25 متر إلى قد سيليت دينا تبضط تقيمط وخي همار المهم إلى قد سيليت دين تحضرت وتلبي تلبيت وتدعو رب العالمين وتطلب رب العالمين إلى آخره. وسبب تسميتها بعرفة وش اسمين عرفة كل يوم شو دينا فيها عدة أقوال. لن قرنك تسمى بعرفة لتعارف فيها بين آدم وحواء اسمي غيدي وطر آدم عليه السلام وحيد حواء ودوتيرنا رجيونو مكان. وإنما قيل ملقا بعرفة فتعارفوا. وقيل أنها سميت بعرفة لأن فيها يتعارف الناس لأنه يعني يسمى عرف العباد تميز العباد من كل فج عميق. وقيل أنها سميت بعرفة أن جبريل عليه السلام اسمي صحفة إبراهيم عليه السلام مناسك الحج كان يقول له عرفت فيقول عرفت فسميت عرفة إلى غير ذلك من الأقوال تقارن وشو اسمين عرفة. قال وليتطهر قبل رواحه
يعني نيك العالي وقبل تحت عرفة أتغتسلط أتدوشط إن استطاع إلى ذلك فلا يوعر شوية باش يعني تتطهر. قال فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. اتصلت الطهور العصر وحيد الإمام جمعا وقصرا، تجمعت وتقصرت سنة الطهور وترمت سنة العصر وتروحت إلى جبل عرفة تقف الوقفة العظيمة، الوقف الذي يتباهى الله عز وجل به بعباده، الذي يقول فيه انظروا إلى عبادي فقد أتوني شعثا غبرا فأدعون رب العالمين واستجب رب العالمين وضعفوا رب العالمين واستغفر رب العالمين. الوقفة العظيمة في الإسلام وقفة عرفة أميذين دوشو حتى غروب الشمس، أميذين يغرب الشمس. ملاحظة تنبيه مهم جدا يثمه نبه اختي تقدر سي عدان وزدع وذا قدر سيني. الوقوف في عرفة مهم جدا. مرة قيمت عرفة إلى قد حضرت الحدود، إلى قد قيمت داخل عرفة ماشي خارج عرفة، لأنه مرة تظلم مرة تسيدي خطبة عرفة أني واغل الجامع الحج جامع نميرة مسجد نميرة يثمى مسجد نميرة أزقنك شمال الحدود أزقن خارج الحدود، أزقنك شمق عرفة وأزقن خارج عرفة. معظم الحجاج أشين قيمة كذاك الجامعة إيوا واش هذا الشق غيماني ولا قيمة غير تيجي لحموينا ما إلا يقيم داخل عرفة معليش، ولكن طامة أنه معظم الحجاج تقيمان خارج عرفة، تقيمين برا الحدود، وما إلا ودي وراء الركنية لا حج له، يخسر إذا رمال يعتب بمانيس العفاب إلى آخره يولد دي وراء الحجينس. فهو يثمى مهم جدا. أذكر النقاط كان على عجالة باش كاد نكمل صفة الحج. ثم بعد ذلك غيثما قال ثم يدفع بدفعة إلى مزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح. اسمر هذه تفك وقفة عرفة يغرب التيج مرة يغرب التيج نروحنا مزدلفة، والمبيت في مزدلفة واجب تيكيكل من الواجبات إلى قانت السن الحج، إلى قانت السن تعرف ذا شو الأركان ذا شو السنن ذا شو الواجبات. والواجبات يثم ما إلا يصلح يونزي سن من الواجبات فعليه هدي. فمن بينها المبيت في مزدلفة مرض غرب التيج نروح مزدلفة. تشرى نخدم المزدلفة أنزل المغرب واحد الإمام ونرنو نجمع العشاء سناث ونسنسق مزدلفة. السنسنيق المزدلفة اوبليغاتوار دي الواجب، وينك سنسنا راك مزدلفة فعليه هدية. شو معناتها عليه هدية؟ الكفارينس هذه زلوغي شرير هذه فرق على فقراء مكة. من بعد ما ننزل المغرب ديال العشاء ما نسنس داش راه نخدم محنيين. ايوا شو قال وقت 9 ديال الحجه نيلي داين نعيا نبت كاع عرفه نعيا زيد بزياده غاسكويا مازال 9 صياغ ديال الخدمه اشتيلات، يعني بمعنى انه الحاج الى قد يستعفو مازال 9 ساعات ديال الخدمه غير واسكويا اسكويا. وهو اليوم العاشر وهو يوم الحج الاكبر يوم النحر ذاس العيد. غادي يزال الصبح وحيد الامام. قال مرة زالت الصبح وحيد الامام باش راه خدمت يوم العاشر يمكن هكايا مرة نزال الصبح ونزال صلاة العيد ذينا غينزلوا يشرارنا. بالنسبة للحجاج مرة يزال صلاة الصبح باش راه يخدم غادي يروح على المشعر الحرام. لكن يدينا رب العالمين فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته إلى آخره. بعد صلاة الصبح نروح على مشعر الحرام. شو المشعر الحرام؟ المشعر الحرام ليون وذرر ضمزية
نروح نقيم دينا وندعو رب العالمين دينا حتى الإسفار ناك قرب طلوع الشمس أميدين تفغ التفاث ما رد تفغ التفاث دا شو راه نخدمو من بعد نروح مينا نغدا بذي مزوار يوم الثامن من ذي الحجة المبيت في منى مستحب. ثورة في اليوم العاشر أيام التشريق المبيت في منى واجب. ذا الواجب أيام التشريق ذا الواجب هذه السنسيوان دينا في منى. قش ولا نخدم 12 من ذي الحجة أسل أيضا قرن. دا شوف الأعمال اللي نخدم. الحاجة تم زوارث رمي جمرة العقبة الكبرى. تسوي 9 بلاطون لي مزيانون حصوات لازال طفنا كاسيني فاسنيش تروح ترمي العقبة الكبرى. في كل رمية أتكبرت شو لازيس تقرا يوث الله أكبر تقرا سنات الله أكبر تقرا 3 الله أكبر يفك رمي جمرة العقبة الكبرى. ولا شكني غير نون خلال العباد نور جمع الشيطان كثر الشيطان إلا الشيطان دينا وذي كثر كاس القوينس وذي صحيت الله أكبر الله ويك ليثما ولا شي مرة كنشتي. وإنما هي تدخل من مناسك الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. دا شو غير لازي سكن رمي جمرة الكبرى استقرتي الله أكبر سنة 3 4 في كل رمية أتكبرت رب العالمين. ثانيا يأتي النحر دايرة دياس الهدي يوم 10 أدياس الهدي أمشي راه تزلوتي شريع زيشير زيك ماطي الحجاج أمشي نتحجون ذينا نوني يقزلوني شرا الإنسان فالوحيد الوقت يقوى لهلاش يقوى غيني يقوان وحيد الزحمة وحيد الغاشيني واش راه تخدمط تاخد الشكينيش تاخد تيكينيش تخلص تيشرينيش نونا راك تيزلون. ما إلا تبغيت تحت تصوت كذلك تصنف حتى تشين تسمى الأضحيينش ولاش في الناس. وإنما ذا التيكي هذا الشكل خلصت يوم النحرينش خلاص. ويس 3 أشهر نخدم ثم بعد ذلك غادي التحلل الأول دينا غتسطل شعريش صح تسطل شعريش ما إلا لونك يسطل إلى آخره تتحلل التحلل الأول. التحلل الأول وش يسقى التحلل الأول تتحلل من كل شيء إلا قربان النساء. تسلق شينيش تخدم أي يخدم غير الحاج إلا أنا قال وريت غربرة الدخرينيس. ثم بعد ذلك يأتي الركن الثالث من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. أتقلت جمينة أميدين مكة صحت أميدين مكة تشهد تخدمت طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. مرة فقط أدني نخدم كان باختصار كي بلا ما نقرا شو دينا المؤلف باش كنفك. مرة فقط طواف الإفاضة وبليكاتوار أتقلت دميدين دمينة لأن المبيت في منى واجب في أيام التشريق فتبيت فيها ليلة 10 و11 و12 و13 إلا للمتعجل. أنا قال ونيك استعجل إزمر اليوم الثاني عشر غادي يروح ويس 12 من ذي الحجة قرنس يوم النفير الأول. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ما إلا غير غادي يقيم يوم 13 يوم النفير الثاني. دا شو راه نخدم 11 12 13 أيام منى قال وقت النير ولاش زيس أعمال كثيرة. أنا جالس 3 الحوايج. الحاجة ثم زوار تبيت في منى تصنصت منى. الحاجة ويس 3 رمي الجمرات هذه قلاني بمعنى ويس 11 وهو يوم القر مرض عيون العباد الوقوف في جبل عرفة. وبعد يوم النحر أسل أيضا قران رمي جمرة العقبة الكبرى النحر التحلل وذي حميدين مكة طواف الإفاضة هذه لغاية هذه السنس. ويس 11 هو يوم القر. وش يسقان يوم القر هي اليوم الذي يقر فيه الحجاج في منى. هذا أندر استعفوا يمينا أسن 11 راه خذ من الحجاج بعد صلاة الظهر
هذا سن يرمون الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. اش غادي يخدم؟ غادي يقلع الخيمة ينس، غادي يقلع خمتيس، غادي يقيم دينا غادي السنس. اسكويا يوم 12 نفس الشيء غادي يخدم. بعد صلاة الظهر كذلك رمي الجمرة الصغرى الوسطى الكبرى. ما إلا يبغى غادي يتعجل هذه يولي كي دينا رب العالمين إزمرة سنة 12 هذه فك الجمرة ينس ودي قلع مكة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما إلا يقيم ميدين وسط 13 أيام التشريق غادي تقرا الجمرة ينس. ما غادي فك الجمرة ينس اش غادي يخدم؟ غادي يقلع مكة يفك الحج. يقلع مكة يفك الحج. مكة آخر ما يقوم به الحاج. الحاجة تمزوات اش غادي يخدم مكة؟ ما غادي تدو غادي يولي يطوف طواف الوداع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وليكن آخر عهد لكم بالبيت طواف البيت. الحاجة ثاني ثمار غادي يخدم الحج ما غادي يعلم مثلا غادي ديماري مثلا في الوحدة لافيونيس تديماري في الوحدة غادي يزر صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح غادي يروح غادي يخدم طواف الوداع. طواف الوداع غادي يجمع الباكاجيس غادي يروح. هذه يولي آخر عهد ما يكون بينه وبين الوقت وبين البيت طواف الوداع. هي صفة الحج. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نكتفي بهذا القدر ونستسمحكم على الإطالة. هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.